دلوقتي خلاص احنا قسمنا ال 24 ساعة ل 13 ساعة مذاكرة و6 ساعات نوم و5 ساعات فري، وعرفنا هنمشي يومنا ازاي، هنبدأ امتى وهننام امتى، كل حاجة. اظن الجدول ده كويس جدا جدا انك تلم بيه كل التراكمات، وبعد 10 ايام ان شاء الله مش هيبقى عندك اي تراكمات تاني لو مشيت على الجدول ده. دلوقتي بقى هنشوف هنبدأ في مذاكرة المواد ازاي، يعني نبدأ بمادة ايه ونسيب مادة ايه للآخر، ونمشي ال10 ايام دول ازاي. وخليك عارف ومتأكد ان الجدول مش سهل، ومش اي حد يعرف يلتزم بيه وحد يعرف يعمله. محدش يقدر يعمل كده غير اللي عنده إرادة وعايز يوصل لحلمه في الآخر وعنده هدف بيسعى ليه. انتوا عارفين، انا عارفة مثلا ان اول مرة حد يذاكر او مثلا مذاكرتش بقالك فترة كبيرة وجاي تذاكر وتلم المتراكم، فبالنسبة لك ال6 ساعات كتيرة. وبعد كل ده يبقى معاك 5 ساعات فري تعمل فيهم اللي انت عايزه. يعني هتذاكر 13 ساعة، هتنام 6 ساعات، 5 ساعات فري، اليوم اللي فيه بركة ده. اهلا بيك ثانويه عامه 2025، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم ازاي تلم كل المتراكم عليك في ال10 ايام قبل شهر 12. وصدقني دي يعتبر فرصتك الاخيره انك تلم المتراكم، لان من اول شهر 12 هتلاقي بدا المنهج يتقل معاك، وهتلاقي مثلا عندك يعتبر نص المنهج خلص. وبعد شهر 12 الايام هتعدي هوا، يعني فجاه هتلاقي بكره الامتحان والوضع هيبقى صعب، وداخلين على مراجعه نهائيه والترم التاني، فالموضوع هيبقى مش لذيذ. فصدقني ال10 ايام الباقيين من شهر 11 فرصة كويسة جدا جدا انك تلم كل اللي اتراكم عليك في ال4 شهور اللي فاتوا، وتبقى ماشي مع زمايلك وان شاء الله تجيب المجموع اللي انت عايزه. وطبعا قبل ما تشوف الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتابعونا على منتدى القناة علشان تعرفوا الفيديو الجاي هيكون عن ايه. ويلا نبدأ الفيديو. طبعا الجدول اللي اقولكوا عليه مش هتاخدوه كوبي بيست وتنفذوه في حياتكم. انا معرفش حياتكم ماشيه ازاي، معرفش بتنزلوا سنتر بتاخدوا اونلاين، معرفش اكتر ماده انتوا واقعين فيها ايه، ولكن هقولكوا جدول يعني لو مشيتوا عليه هو مش غلط، ولكن حاولوا تعملوا جدول انتوا يتناسب مع حياتكم. بس اقولكوا البيزكس الاساسيه: هننام كام ساعه، هنصحى الساعه كام، هنذاكر كام ساعه في اليوم، هناخد قد ايه فري. كل الحاجات دي هتبقى اساسيه كل يوم. وبالمناسبه هعمل معاكم المعسكر ده، هيبقى 10 ايام، كل يوم هنلتزم بميعاد نصحى فيه وننام فيه ونذاكر كام ساعه في اليوم، وهنزل لكم على منتدى القناه اليوم بيومه، يعني اليوم الاول اليوم التاني، وهنتابع سوا. الجدول اللي اقول لكم عليه دلوقتي بعض الشيء هتشوفوه تقيل شويه، عايز واحد مجتهد عنده هدف في الاخر عايز يوصل له. مش مشكله انك تتعب شويه، ولكن في الاخر هتشوف نتيجه تعبك ده. فاسعى واعمل اللي عليك من دلوقتي وان شاء الله هتوصل. اول حاجه هنتكلم فيها، هنبدا نقسم اليوم بتاعنا لفقرات. اليوم بتاعنا 24 ساعه، هناخد منهم 13 ساعه للمذاكره. ما تتخضش، 13 ساعه مش هتاخدهم كلهم مره واحده، هنقسمهم دلوقتي وهقولك تعمل ايه. تاني حاجة هنبص على مرحلة النوم. النوم مهم جدا جدا عشان تركز وتقدر تكمل باقي اليوم، فطبعا سايبالك كل يوم من 6 ل7 ساعات نوم كل يوم، هتنام فيهم وترتاح، وان شاء الله تصحى اليوم اللي بعده قادر تذاكر. 6 أو 7 ساعات نوم في ثانوية عامة الفترة دي ومراكم كويسين جدا جدا انك تلم كل المتراكم عليك وتمشي مع دفعتك. وبعد كل ده يبقى معاك 5 ساعات فري تعمل فيهم اللي انت عايزه، يعني هتذاكر 13 ساعة، هتنام 6 ساعات، 5 ساعات فري، اليوم اللي فيه بركة ده. في اي يوم تشوف في الفيديو ده احنا نبدا الجدول بتاعنا من تاني يوم على طول، يعني شفتوا النهارده الحد هتبدا الاثنين، شفتوا الثلاث هتبدا الاربع. بس انا اصلا ضد فكره ان انا مثلا ابقى متحمسه لحاجه وعايزه اعمل جدول واذاكر واجلها لتاني يوم، الحماس بيموت. ولكن الجدول ده احنا بنبداه لان هنبدا اول حاجه نظبط نومنا، فانا اعتقد ان انت تبدا تاني يوم بعد ما تشوف الفيديو فكره كويسه جدا. النهارده مثلا يوم الاثنين، اليوم اللي هنزل لكم فيه الفيديو ان شاء الله. بكره الثلاث اليوم اللي هنبدا فيه الجدول. النهارده هنبدا كلنا ننظم نومنا، هننام مثلا كلنا الساعه 10 بالليل ونصحى الساعه 4 قبل الفجر، فهننام من الساعه 10 للساعه 4 يعتبر 6 ساعات. 6 ساعات كويسين جدا، فبكده نكون صحينا قبل الفجر بساعه. اول حاجه قوم اتوضى وصلي ركعتين لله في قيام الليل، وادعي مثلا ربنا يوفقك النهارده وتعمل كل التاسكات اللي انت عايزها. ادعي ان ربنا يخليك تلم كل المتراكم عليك في ال10 ايام، وما تنساش وتحفظ بسرعه. ادعي بكل اللي انت عايزه وان شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي انت عايزه. بعد ما تخلص صلاة قوم مثلا كل حاجة خفيفة، اشرب كوباية قهوة، كوباية شاي بلبن، حاجة تفوقك كده. ومثلا لو لسه حاسس بعد ما صليت واكلت وشربت وكل الحاجات دي انك لسه ما فوقتش، ممكن تطلع تقف في البلكونة شوية تشم شوية هوا من اللي هو بتاع قبل الفجر ده، ان شاء الله مش هيجيلك برد. ومثلا اقف ادعي ربنا في الوقت ده مثلا واستغفر ربنا لحد ما الفجر يأذن. الفجر هيأذن هتصلي الفجر وتقول اذكار الصباح وتقرأ مثلا صفحة قرآن وتبدأ مذاكرة. كل الحاجات دي تقريبا الساعة تبقى مثلا 5:30 كده. احنا اخدنا ساعة ونص من الفري بتاعنا اللي هو ال5 ساعات، اخدنا منهم ساعة ونص، اتفضل معانا 3 ساعات ونص. فدلوقتي احنا نقعد من الساعة 5:30 للساعة 11:30 هنقعد نذاكر، فتقريبا حوالي 6 ساعات.
طبعا ما فيش عقل بشري يقعد 6 ساعات مركز وقادر يذاكر والحاجات دي كلها. احنا مثلا هنذاكر بطريقه البومودورو، هنذاكر مثلا 50 دقيقه و10 دقايق بريك، او 55 دقيقه و5 دقايق بريك. يعني لازم مثلا 5 دقايق او 10 دقايق بريك كده كل ساعه، بحيث انك عقلك يفصل شويه، تحس ان انت اخدت بريك استريحت شويه وتبدا تكمل تاني. الخمس دقايق او ال10 دقايق دول مش هيكونوا مثلا انك تقعد على الموبايل، مش هيكونوا مثلا انك تطلع تقعد مع اهلك، انت تكون مثلا في نفس الاوضه اللي انت بتذاكر فيها، بس تقوم مثلا تقف في البلكونه. لو ما عندكش بلكونه في الاوضه ممكن تطلع تقف في الشباك تشم شويه هوا، مثلا تقرا صفحه قران، اي حاجه من دي. مثلا في صلاه اذنت هتقوم تصلي، هتقوم مثلا تشرب عصير، تاكل حاجه خفيفه في ال5 أو 10 دقايق دول، عشان بحيث ان انت مثلا ما تكلمش اهلك تتشتت، مثلا متمسكش الموبايل تتشتت. هنعمل حاجات بس تكون في المعقول، ما تخليناش نفصل من مود المذاكره. انتوا عارفين، انا عارفه مثلا ان اول مره حد يذاكر، او مثلا مذاكرتش بقالك فتره كبيره وجاي تذاكر وتلم المتراكم، فبالنسبه لك ال6 ساعات كتيره. فممكن بدل ما تزهق مثلا وتمل، ممكن تفتح فيديوز على اليوتيوب اسمها ستادي ويز مي، حد بيذاكر معاك، بتحس ان انت مثلا بدل ما انت قاعد تذاكر لوحدك ومحدش بيذاكر، لا في حد تاني مثلا بيذاكر معايا. ممكن تتفرج على انجز مع برعي، بتفرج عليه الفتره دي جامد علشان مزنوقه في الكليه، فجربوا الطريقه دي وان شاء الله تقلل عندكم الملل وتحسوا ان انتوا بتنجزوا وحد بيذاكر معاكم بيشجعكم. الطريقه ممتازه. نرجع بقى دلوقتي للجدول بتاعنا تاني. من الساعه 11:30 للساعه 1 خدهم بريك، اعمل فيهم اللي انت عايزه. عايز تمسك الموبايل، تنزل تقعد مع اصحابك، تقعد مع اهلك، اي حاجه عايز تعملها اعملها في الساعه ونص دي، بس اوعى تنسى صلاه الظهر. ودلوقتي بعد ما فتره البريك بتاعتك خلصت من الساعه 11:30 لحد الساعه 1، هنبدا بقى دلوقتي تاني شيفت المذاكره. تاني شيفت المذاكره هيبقى عباره عن 7 ساعات، ما تتخضش، هيبقى من الساعه 1 لحد الساعه 8 بالليل. برضو هنمشي ال7 ساعات دول بنظام البومودورو، 50 دقيقة مذاكرة و10 دقايق بريك، 50 دقيقة مذاكرة و10 دقايق بريك. بفتكر ان ليك حلم وهدف عايز توصل له اخر السنة، واسعى واجتهد عشان توصل له، حتى لو هتتعب شوية استحمل عشان توصل لحاجة بتحبها في الاخر. وطبعا الفترة اللي هي من 1 لحد الساعة 8 دي، العصر والمغرب والعشاء يكونوا أذنوا، قوم صلي الصلاة في ميعادها وقول أذكار المساء. ما تستناش مثلا ال10 دقايق بريك بتوع كل ساعة عشان تقوم تصلي، لا العصر أذن قوم صلي، المغرب أذن قوم صلي. ده هيخلي لك بركة في وقتك ويخليك تفهم بسرعة وتحل بسرعة. وطبعا دلوقتي من الساعة 8 للساعة 10 قبل ما تنام عندك ساعتين فري تعمل فيهم اللي انت عايزه. عايز بقى تنزل مع اصحابك، تنزل الجيم، تنزل النادي، تفتح سوشيال ميديا، اي حاجة عايز تعملها متاحة عندك تعملهم في الساعتين دول. وخليك عارف ومتأكد ان الجدول مش سهل، ومش اي حد يعرف يلتزم بيه وحد يعرف يعمله. محدش هيقدر يعمل كده غير اللي عنده إرادة وعايز يوصل لحلمه في الاخر وعنده هدف بيسعى ليه. مش اي حد يقول لي اما جرب يوم، جاء من اول يوم عرف يعمله لقى الموضوع صعب شوية، تاني يوم هيفكسله، هيبدأ يعمل مثلا هبدأ من اول معرفش يوم الجمعة الجاية. الحوار مش كده، انت لازم تعمل حاجة وتبقى عارف انك تسعى وتعمل اللي عليك عشان توصل لحاجة انت عايزها في الاخر. وصدقني لو ان احدكم هم بإزالة الجبل وهو واثق بالله لأزاله. فخليك واثق بربنا وتوكل عليه وابدأ الجدول، وان شاء الله تعمل كل اللي انت عايزه وتلم كل التراكمات في ال10 ايام. دلوقتي خلاص احنا قسمنا ال24 ساعة ل13 ساعة مذاكرة و6 ساعات نوم و5 ساعات فري، وعرفنا هنمشي يومنا ازاي، هنبدأ امتى وهننام امتى، كل حاجة. اظن الجدول ده كويس جدا جدا انك تلم بيه كل التراكمات، وبعد 10 ايام ان شاء الله مش هيبقى عندك اي تراكمات تاني لو مشيت على الجدول ده. دلوقتي بقى هنشوف هنبدأ في مذاكرة المواد ازاي، يعني نبدأ بمادة ايه ونسيب مادة ايه للآخر، ونمشي ال10 ايام دول ازاي. دلوقتي اقول لكم هنبدأ الجدول بتاعنا بمذاكرة مواد ايه وايه المواد الأساسية في اليوم، وهنذاكر كم مادة في اليوم. اول حاجه احنا هنذاكر مادتين في اليوم، ماده اساسيه وماده فرعيه. الماده الفرعيه دي اللغات، ومش معنى ان هي فرعيه فاحنا نستسهل بيها، ولكن احنا عشان هنثبتها كل يوم فانا مسميها ماده فرعيه. اول حاجه المواد الاساسيه زي الكيمياء والفيزياء والاحياء. النهارده مثلا هنذاكر كيمياء، بكره فيزياء، بعده احياء، وهكذا ال10 ايام لحد ما تخلص. بعد ما نذاكر الماده الاساسيه اللي احنا مثلا حاطين تارجت فيها درسين 3 كل يوم، مثلا الفيزياء او الكيمياء او الاحياء، هنحط في اخر اليوم تارجت للمواد اللغات سواء كانت عربي او انجليش. هيبقى 5 ايام للعربي و5 ايام للانجليش. ال5 ايام للعربي دول مش هيكونوا ورا بعض، ولا ال5 ايام بتوع الانجليش هيكونوا ورا بعض، هيبقى يوم ويوم، يوم عربي ويوم انجليش، يوم عربي ويوم انجليش. هنمسك مثلا الانجليش متراكم علينا 4 يونتس، واحنا عندنا الانجليزي هنذاكره في 5 ايام من 10 ايام بتوع الجدول دول. فطبعا احنا هنحاول نقسم ال4 يونت دول على 5 ايام بتوع الانجليش، مثلا كل يوم يونت، واليوم الخامس نعمل ريفيجن فيه على ال4 يونت اللي اخدناهم، او مثلا نحاول نقسم ال4 يونت دول على 5 ايام. وبالنسبه للعربي هيبقى نفس الوضع، هنشوف برضو ايه المتراكم فيه، عندنا بلاغه، عندنا نحو، عندنا ادب، اي حاجه متراكمه فيها هنحاول نقسمهم على ال5 ايام بتوع العربي. وصدقوني الانجليش والعربي مواد بتتلم بسرعه، مش زي الكيمياء والفيزياء والاحياء، مواد عايزه وقت كبير. فاحنا في اول يوم هنذاكر مواد اساسيه زي الكيمياء او الفيزياء او الاحياء، بحيث ان احنا
احنا نشاطنا يكون لسه موجود وتركيزنا موجود. انما مثلا اللغات زي العربي والانجليش فهي مواد مش متطلبه تركيز كبير او انك تكون فايق، فانا سايباهم لاخر اليوم تذاكرهم. انا عارفه ان في ناس في ثانويه عامه عندهم مشكله في الانجليش وشايفينه صعب ومش عارفين يحفظوا كلمات كتير منين والجرامر صعب. كل الحاجات دي ان شاء الله الفيديو الجاي هيتكلم عن الانجليش بالتفصيل، يعني يوم او اتنين ان شاء الله هكون منزله الفيديو هيجيب من الاخر في الانجليش. يعني حرفيا يبقى عندك حصيله كلمات لغويه، هتعرف جرامر، هتعرف كل كلمات المنهج، القواعد القديمه، كل حاجه بالتفصيل ممله عن الانجليش. هقول لكم ازاي تتعاملوا معاه، وخصوصا ان الانجليش اصلا مادتي المفضله وسهل بالنسبه لي، فانا اقول لكم على بعض التريكس والحاجات المهمه جدا جدا هتساعدكم جدا في الانجليش وهيغير مستواكم في حته تانية. اعتقد دلوقتي ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو. بعد ما خلاص قلت لك هتذاكر كام ساعه في اليوم وتنام امتى وتصحى امتى وكام ساعه بريك والحاجات دي كلها، واتكلمنا هتذاكر كام ماده في اليوم وتبدا بماده ايه واخر اليوم تذاكر ايه، كل حاجه اتكلمنا عنها بالتفصيل ممل. ما تنساش لو وصلت لنهايه الفيديو تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتتابعنا على منتدى القناه، علشان ان شاء الله المعسكر بتاعنا هيبدا من بكره. هنتكلم كل يوم في المنتدى ذاكرنا ايه النهارده، هنذاكر ايه بكره، عندكم تاسكات ايه النهارده، هنتابع كل يوم وانا معاكم في التحدي ده.